معترضون، يكاد في زمرة كبيرة من الناس تعترض لما يا رب. لو ندخل في دائرة لما يا رب فهنا يخاف المؤمن على دينه. فعلا. ما تغزوش إلى توا، هذوكم ناس اصطفاهم الحق، عرائس الرحمن قد زفت إلى الجنان زفا. إذا تراها بالمنظور هذا، إذا كنت تنظر للدنيا على أنها دار قرار واستقرار فأنت على خطر. نحن يعني الأصل في إذا الإنسان يبلغ كمال الإيمان يصير ينتظر لقاء الله. سأل نفسك، هل تنتظر لقاء الله؟ تقول لي والله هذا أمر صعب، ما زلت مش حاضر. إذا اشتغل على هذا الجانب، لأن إخواننا في غزة لسنوات بل لعقود تهيأوا، يعرفوا أنهم أرض الميعاد، ويعرفوا أنهم هما يعني تدور عليهم الدائرة، ويقرؤون في سورة الإسراء في كيف أنه ستكون كرة لليهود يرتفع شأنهم إلى حين. الحين وقتاش؟ لنقول عام، لنقول عامين، لنقول 5، لنقول 7. لله. حتى التحديد الزمني اللي نسمعوه تويك من خلال هذه المقاطع اللي تنزل ليس لنا، لا نتكلم فيه. لا تقول في 2025 لا 27 لا 30، ليس لنا أن نتكلم إله مع الله. لا نخوض في مثل التفاصيل هذه. باش أول حاجة ما نعطيوش آمال فارغة ولا نتصدر للقضاء، هذا لله يترك. كل الأمور الغيبية علمها عند ربي.